عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كدبه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع ناس كتير ممكن ما تتفقش معايا، عشان هي حاجه احنا عايشينها كل يوم، ان الشوارع في مصر زحمه. وهي في الحقيقه هي مش كدبه، عشان احنا عندنا فعلا الشوارع زحمه. هل فعلا هي زحمه غير مبرره، ولا زحمه زي اي زحمه تانية موجوده في الدنيا ويمكن احسن؟ دي الحاجه اللي عايز اتكلم فيها النهارده. انا من الناس اللي سافرت كذا حته في العالم وشفت مدن تانية زحمه، وهنقارن على مدينه زي القاهره اللي فيها اكتر من 22 مليون بني ادم، ده غير الناس اللي كده كل يوم عشان تخلص مصالح. فاحنا بجد في حته احسن بكتير قوي من غيرنا. لو رحنا مدينه زي لندن، وهي مدينه ما فيهاش نص السكان الموجودين عندنا في مصر، هتلاقي ان الدنيا هناك اصلا واقفه ما بتمشيش، واغلب الناس بتركن عربياتها بره المدينه وتخش بالمترو عشان ما تقعدش تقف في الزحمه. نيويورك انت فعلا لو دخلت فيها بعربيتك انت مش تطلع، ومفيش ركنه، مفيش اي مكان تمشي فيه بعربيتك، واغلب الناس اللي بتروح بعربياتها هناك بتبقى غالبا عربيات متاجره بسواق بحيث ان تنزلهم في المكان اللي هم عايزينه. ولو اتكلمنا عن دول الخليج ان احنا دايما بنبص لها على انها حاجه ما حصلتش، طريق الشيخ زايد الموجود في دبي في يوم من الايام لما عملوه قال لك انا الطريق ده على الاقل هيقعد معانا لغايه سنه 2050 قبل ما نحس بزحمه. روح بص دلوقتي على طريق الشيخ زايد الساعه 5 هتلاقي الدنيا كلها واقفه. فده طبيعي، زياده سكان، زياده عدد عربيات، اي طريق في الدنيا هيقف. انت عمرك ما هتعرف تخطط لحاجه لا نهائيه. فاللي بيحصل في مصر ده طبيعي جدا. واحنا في مصر ما عندناش ثقافه ان احنا نوفر العربيه وكذا واحد يركب مع بعض، او اللي بيسموها كاربولينج، بحيث ان احنا نوفر العربيات. لا، احنا كل واحد بيحب يروح بعربيته لغايه المكان اللي هو عايز ينزل فيه، ويحاول يدور على ركنه او يركن صف تاني او يشوف سايس يركنها له. في الاخر مهما كبرت الشوارع، برضو عدد العربيات اكتر بكتير قوي من ان الشوارع دي تستحملها. من القصص المضحكه اللي هي في يوم من الايام حصلت، ان هما جابوا ناس من اليابان يشوفوا ازاي نظموا لنا المرور في القاهره، عشان طوكيو من ازحم مدن العالم، وهم عندهم الدنيا هناك ماشيه زي الساعه. بس هي خلي بالكم هي لسه زحمه، بس هي ماشيه زي الساعه. فلما جابوا الخبراء اليابانيين دول وبصوا على النظام المروري في مصر، وقعدوا بقى كذا شهر بقى يعملوا ابحاث ويحطوا كاميرات ويعملوا الحاجات بتاعتهم عشان يحاولوا يعملوها زي طوكيو. في الاخر كانت توصيات اللجنه اللي جت دي من طوكيو: يا جماعه سيبوا كل حاجه زي ما هي عمرها ما هتبقى احسن من كده. وده يوري ان احنا فعلا كشعب مصري احنا فعلا عارفين نتصرف مع الزحمه، احنا عارفين ازاي نسوق في الزحمه دي. في ناس بتضايق من طريقه السواقه دي، بس هي فعلا هي دي الطريقه الوحيده ان احنا نعرف نوصل فيها للحته اللي احنا عايزينها وباسرع طريقه ممكنه. اللي حابب اقوله في اخر الفيديو ده ان الدنيا هتفضل كده، بس زحمتنا احسن من زحمه غيرنا بكتير. وعشان كده ما نقعدش بس نتريق على الزحمه في مصر، عشان ده حاجه طبيعيه جدا بعدد الناس الموجوده، بعدد العربيات الموجوده. الحل الوحيد ان احنا نحد الموضوع ده ان احنا نخلي الناس كلها تركن بره القاهره وتخش القاهره بمواصلات، وساعتها هتلاقي الدنيا رايقه. بس ما افتكرش ان ده هيحصل، عشان احنا كل واحد فينا بيحب ان هو يركب عربيه ويروح المكان اللي هو عايزه. انا خايف اقول ان يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، بس ده الواقع ولازم نتقبله بدل ما نقعد نتريق عليه. اشوفكم في حلقه تانية في كدبه مصدقينها مع حجازي. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان اقدر اعمل فيديوهات اكتر تفيد ناس اكتر، وبرضه تصحح شويه مفاهيم ممكن تكون موجوده عن الناس.